ده جزء الابلكيشن قدامنا. هنبتدي ان احنا طبعا ندخل باليوزر نيم والباسورد بعد ما عرفنا ان احنا بناخدهم بالكريدنشالز. فالعميل بيبتدي ان هو يدخل اليوزر نيم والباسورد، فانا هدخل مثلا اليوزر نيم الخاص بيا انا كعميل وابتدي اعمل لوجن. فبالتالي بيطلع معايا بقى كل ما يخص الكوتش نفسه. حلو. طبعا الاجزاء اللي قدامنا دي حاجه اسمها سلايدرز، اقدر اعرض فيها الباقات بتاعتي، السوشيال ميديا، الويب سايت، وفي ممكن زرار كمان احط فيه ان انا ينقلني على السوشيال ميديا، يفتح لي انستجرام، يفتح لي ويب سايت، يفتح لي طرق الدفع بتاعتي. هنا تراك يور بروجرس، ان انا بقدر اشوف الاوزان اللي انا سجلتها دايما. يعني يوم مثلا الحد انا لعبت باوزان قد ايه، كل حاجه بالارقام بتاعتها، ادخل اعمل ايديت لو انا اتلخبطت في اي حاجه، فاقدر ان انا اراقب كل حاجه انا سجلتها قبل كده. ممكن كمان إن أنا لو عندي ملفات شخصية ككوتش أقدر أبعتها له، مثلا زي كتاب وصفات، كتاب طبخ، تعليمات. أحط تحديات وأخلي العملاء عندي يشتركوا، اللي يجري 10 كيلو، وأحط كذا واحد يشترك، وأحط مثلا مكافآت وهكذا. براحتي كل ده أقدر أعمله. التشيك إن زي ما إحنا قلنا ده الجزء الخاص بتاع الناس بقى اللي تدخل تجاوب، أنا مقاساتي كذا، صوري كذا، كل ده طبعا بنظبطه. دي التحولات، تقدر تعرض تحولاتك على الابلكيشن. العميل مثلا اللي هو اسمه جون، التحول بتاعه كذا كذا كذا، طبعا الكلام ده كله عربي وانجليزي، الصور بتاعته. عايز تحط مقالات خاصة بيك عن الرياضة، عن التغذية، فالعملاء عندك تستفيد بيها، مفيش مشكلة، تقدر تعمل كل الكلام ده. هنا موضوع النوتيفيكيشن، مجرد ما انت بعتها له. هنا كمان بعد ما بتعملوا له الورك اوت، فالورك اوت بيجي له من هنا، او الفيتنس او الموبيليتي. فمثلا لو دخل على الورك اوت داس عليها، فيطلع له كل يوم منفصل، اول تمرينه ايه، تاني تمرينه، وهكذا. مش عارف التمرينه، يدوس بس عليها، فبالتالي يوري له ازاي التمرينه دي بتتلعب عادي جدا. هنا بقى بالمجاميع، بالتكرارات، بالار بي اي، عايز يسجل الوزن يقدر يسجله من هنا عادي جدا. جبت كام عدّى والوزن قد إيه، ودي الحاجات القديمة اللي هو جابها، ممكن يعدّلها في أي وقت لو هو مثلًا اتلخبط وسجّل حاجة غلط. ممكن كمان يبعت لك أنت كcoach request، غيّر لي التمرينة دي، أنا مش عندي الجهاز ده، أيًا كان، وطبعًا الكلام ده كلّه يوصل عندك أنت. وفي هنا بقى start workout، بمجرد ما إن هو يدوس عليه بيبتدي معاه التمرينة اللي أنت عملتها له. دول تمرينتين مع بعض سوبر ست، عايز يسجل كمان الوزن هنا على طول وهو شغال، فيسجل قدامه ويطلع له كمان الهيستوري او الحاجات القديمة اللي هو دخلها، فبالتالي يقدر ان هو يكمل عليها. خلص اول مجموعة بيدوس نيكست، فينقله لجزء بتاع بقى الراحة. طبعا يعني الوقت الراحة اللي انا حاطته له. وهنا لو عايز أخلّصها skip وهكذا. وفي الآخر بمجرد ما أنا خلّصتها قفلت دي، وبعدين أعمل finish workout. فبالتالي بييجي يقول لي طَب ادّيني بقى workout feedback، يعني أنت إيه رأيك في التمرينة، كانت متوسطة، صعبة، صعبة جدًا، أكتب أي حاجة أبعتها للcoach، غيّر لي التمرينة. كل الكلام ده بيوصل للcoach عنده في الaccount بتاعه. هنا بيقول لي بقى الtotal بتاعي، اتمرنت كام تمرينة، ريّحت قد إيه، الactive time، تقرير كامل عن العضلات اللي اشتغلت، فأنا عرفت كل حاجة. ممكن أعمل شير للصورة بتاعتي دلوقتي بعد ما أخلّص تمرينة، وأبعتها مثلًا على حاجة اسمها Suits أو News Feed. يعني مثلًا هندخل فيها دلوقتي حالًا في الworkout برضه تكملةً للكلام، ممكن أنزّل الكلام اللي أنا عملته ده بPDF بألواني أنا كcoach، بصوري، بالlogo بتاعي، بكل حاجة. نفس الكلام بالضبط الfitness mobility في حالة إن أنا عملتهم يعني. هنا الجزء اللي كنت باقول عليه حاجة اسمها suits، يعني ده community خاص بيك أنت كcoach. يعني أنت مثلًا معاك نفترض 10 عملاء، ال10 دول من خلال الapplication يقدروا إن هم ينزّلوا الصور بتاعتهم، رأيهم في التمرين، الأكل اللي بياكلوه، أنت بتحمّسهم على كده، يقعدوا يعملوا react لبعض، مين حلو، مين شاطر، comment بتاع، فكُلّه يشجّع بعضه، فبالتالي يبقى community واحد، كل دول مع بعض حاجة واحدة، خاصين بيك أنت بس. تمام. هنا الجزء بتاع الدايت، بمجرد ما أنا عملت له البلان الدايت بييجي له هنا طبعًا كل حاجة متقسمة ومفهومة. فمثلًا أول حاجة قبل التمرين هتاكل فول سوداني بالجرامات قد كده، والماكروز بتاعتها فيها قد إيه كالوريز، بروتين، فات، كارب، ياكلها الساعة كام. لو أنا حاطط له بدايل لما يجي يدوس من هنا، دي البدايل اللي أنا حاططها له، بقسماط مثلًا يعني 28 جرام. ولو عايز أغيّرها بحاجة تالتة أصلًا مش عندي لا ده ولا ده، باكتب هنا غيّر لي مثلًا، ادّيني حاجة تانية مكانها، وهكذا. فطبعًا الكلام ده كله بيروح للcoach عنده في الaccount بتاعه، وهكذا بقية كل العناصر.
براحتنا. ويقدر كمان بقى في الآخر إن هو يعمل edit للبروفايل بتاعه، يغيّر الباسورد، يشوف الcheck ins القديمة، الcheck ins اللي هي الassessment أو مجموعة الأسئلة، يقدر كمان يبعت feedback مثلًا الcoach ده حلو أدّي له 4 نجوم، 3 نجوم، كل الكلام ده، كل الكلام ده بيتسجل هنا من خلال الapplication وبيروح للcoach عنده في الaccount بتاعه، سجل الأوزان اللي هو دخل فيه، الصور بتاعة العميل كل أمّا بيبعت صور كل ما بتتسجل هنا على طول. المقاسات والinbody كل الكلام ده بيبان هنا، كل لمّا بيسجّل في الapplication من خلال الcheck ins بتيجي له هنا على طول دايمًا الweight مثلًا أنت وزنك تطوّر، كنت مثلًا يوم 12 كنت 40 كيلو، يوم 14 بقيت كذا وهكذا، فبالتالي كل ما بيجاوب على الcheck ins بشكل أوتوماتيك بتتسجّل معاه هنا على طول. notification ممكن أبعت له notification كل سنة وأنت طيب، عامل لك offer جديد، افتكر تجدد الباقة بتاعتك. التحولات أو الtransactions sorry transactions دي اللي هي الجزء بتاع التحول المالي، إن هو مثلًا أنا دفعت مثلًا للcoach 1000 جنيه في 3 شهور، فده جزء الحسابات نفسه. وكمان الlanguage بقى بتاعة الapplication إن هو عايز كل الكلام ده عربي، إنجليزي، يقدر إن هو طبعًا كل الكلام ده يفتحه بالعربي والإنجليزي. ده فكرة الapplication بمنتهى السهولة.